الكيكة اللي دارت ضجة وخلات المتتبعين العزاز والغاليين يحماقوا عليها ويجربوها المرة الأولى والثانية. هاد الكيكات اللي كنعطيكم ماشي ديولي، أنا ديالي هي آخر وحدة. والبنات اللي جربوا الكيكة كل وحدة تقول لنا من أي بلاد أولا من أي مدينة وفين أول كيكة ديالها، واش كانت في الرقم الأول أولا في الرقم الثاني أولا في الرقم الثالث. عطيونا الأرقام، نتوما راه غتعرفوا الكيكة ديالكم وغتعرفوا البوطاجي ديالكم، فخليو لينا في التعاليق في هذا الفيديو هذا. ومرحبا بأروع متتبعين، هذه هي الكيكة ديال وصفات أم ريان. المهم أنا عاقلة على راسي بعدا، وانتم وهادو كلهم كيبقاو كيكات ديال المتتبعات اللي صيفطوا لي في الواتساب. ماشي بصراحة ما كيصيفطوش كاملين، ولكن غير شي وحدات هكا اللي كيكون بيني وبينهم تواصل، حيت كيف ما كتعرفوا انا كنخدم لي كوموند، يعني كنخدم طلبيات والناس هكا كتكون عندهم نمرة تليفون. فمرحبا وألف ألف مرحبا. كنعتذر منكم على الصوت ديالي، ولكن راه بزاف ديال البنات اللي هكا حضروا حتى الاخر في الكيكه فبقاو كيطلبوا فيا حياة عافاك شاركيها معنا، عافاك مشاركيها معنا. واخا انا مريضه ومخنوقه صراحه ما غاداش نبخل عليكم، حتى نتوما ما تبخلوش عليا بواحد لايك وشي كومونتير يكون زوين. كنتمنى ان الصوت ديالي ما يكونش هكا كيسبب لكم ازعاج او تبرزيط. يلا على بركه الله، نتمنى ان طريقه الشرح تكون واضحه مزيان. شوفوا هنايا عندي واحد 4 ديال البيضات، كاس ديال دانون ضروري يكون ديال البنان، راه كيعطيو واحد النسمه زوينه. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الزيت، 2 معالق ديال النشا. هنا عندي يا اما حليب اولا لبن اولا عصير ديال الحامضه، المهم اللي عندك، المهم شي حاجه اللي هي سائله. هنا بالنسبه لهاد الفواكه الجافه لكم الاختيار، هنا انا دايره جنجلان، دايره كاوكاو، هداك اللوز إيفيلي، دايرة اللوز، دايرة الكركاع، المهم اللي بغيتو نتومايا. والشوكولاتة غبرة بطبيعة الحال، قبيصة ديال الملحة، وواحد 3 ديال الخمارات. اللي مهم في الكيكة ماشي مهم المقادير بكتر ما أنها مهمة الطريقة. فالله يرحم ليكم الوالدين، في أي وصفة عند أي إنسانة، سواء عندي أنا سواء عند إنسانة أخرى، فاش تكون هاكا كتشرح الوصفة فركزي على الأسرار اللي غادا تعطيك والطريقة اللي تعطيك كتر ما تركزي على المقادير. حيت المقادير ممكن شي حاجة إلا ما عندكش كتعوضيها بحاجة أخرى، أولا كتنقصي ولا كتزيدي، يعني هنا تما كتبقى على حسب الرغبة. أول حاجة درت 4 ديال الكيسان مع واحد الكاس ديال السنيدة، كاس ديال العنبة راه كيجي فيها في الحلاوة هي هذيك، لأننا حنا غنديرو الكاكاو المر، وكيف ما كتعرفوا أن الكاكاو المر كيكون مسوس، فباش يلاه الحلاوة ديالها كتجي هي هذيك. كيف ما قلنا درت انايا هنا 4 ديال البيضات كاملين، وزدت عليهم واحد كاس ديال السكر، وغنخدم ديك اللي مهمة هي ديك السنيدة مع داك البيض، خاصها تخدم مزيان حتى ما تبقاش ديك السنيدة هكاك حبيبات. انا شوفوا، في الامكان انك ديري كلشي وتخلطي مزيان، ولكن فاش كتبقاي تضيفي حاجه بحاجه وكتبقاي تخلطي كتعطي واحد دور كبير في الكيكه. صافي هنا زدت داك دانون ديال البنان، وزدت داك نص كاس ديال الزيت، وغنعاود نخدم مزيان. المهم تقدروا نتوما تعوضوا هذاك اللبن اللي درت انا، تعوضوه باش ما بغيتو، غير هو بالنسبه للبن فما تخافوش منه، راه ما كيجيش بين المذاق ديال اللبن بصفه نهائيه. هنا غنزيد داك الكاس ديال اللبن كيف ما كتشوفوا معايا. المهم راه الفيديو واضح وشارح راسو، حاولت من نسرعش لكم هذا الفيديو غير باش هكا تفهموا، باش ما تقولوش راه زادت ولا نقصت شي حاجه. المهم انا درت 2 معالق ديال النشا، وعاوتاني غنعاود نخلط مزيان. هاد الكيكه كيف ما شفتوا انا راه كنخدمها في اللايف مباشره، والتصاور اللي حطيت لكم قبل هادو راهم خدموا معايا في اللايف، ومن بعد ما سالاو هزوا النمره وصيفطوا لي، حيت انا النمره حاطاها في تيك توك هكا لي كوموند، فهزوا النمره وصيفطوا لي التصاور. الله يرحم لكم الوالدين، تكيسوا راكم بلوكيتيو لي التليفون. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للشوكولات كيجيوني عليه بزاف ديال الاسئله في اللايف، شحال غنديروا ديال الشوكولات؟ 3 المعالق حتى ل4 اللي بغيتي نتيا على حساب اللون، يعني داك اللون اللي بغيتي نتيايا كتوصلي ليه صافي وكتحبسي. غير هو فاش كتزيدوا الشوكولاته راه ضروري غادا تنقصي الكميه ديال الدقيق، أنا باش نكونوا متفقين على هاد النقطه هادي. شوفوا انا عاده قبل درتها بكاس ديال الحليب، فصدقوني عطاتني تقريبا دقيق، هزات ليا 3 الكيسان، بقات ليا منهم معلقه. انا بقيت كنتعجب فيها، فهاد الكيكه هذه اللي درتها في اللبن هزات ليا 3 الكيسان، وتقريبا شي معلقه ديال الشوكولاط زايده ومعلقه ديال الدقيق زايده، يعني زدت 2 معالق. يعني راه علاش كنقول لكم دائما راه الحجم ديال البيض راه هو اللي كيتحكم في المقادير ديال الدقيق، ماشي يعني معمر المقادير ما غيكونوا مضبوطين.
هنا بالنسبة للدقيق دائمًا في الكيكة شنو كنديرو، كنخويو مثلًا الكاس الأول، دائمًا الدقيق يكون مغربل وكتردي البال، نخوي الكاس الأول ونخلّط ونعاود عاوتاني نخوي الكاس التاني ونعاود نخلّط، يعني في كل مرحلة خاصك تخلطي حتى كتوصلي، يعني هنا راه باقيين ما درناش الخمارة إلا لاحظتوا راه باقيين ما درنا لا خمارة لا خل لا لوز لا والو، راه باقيين ما درناش هذاك الشيء حتى كنحصل على داك القوام اللي أنا محتاجة ليه في الكيكة. هنا درت الكاس الأول كيف ما شفتوا، هذا الكاس الثاني اللي درت دابا حاليًا، ونعاود نخلّط، يعني في كل كاس كنديرو خاصني نخلّط مزيان حتى ما يبقاش باين ليا داك الدقيق. صافي كنتمنى أن طريقة الشرح تكون واضحة، فضلًا وليس أمرًا. إلى عجبكم هذا المحتوى فما تبخلوش عليَّ بالتكبيسات، ويلي على التكبيسات نسحب راسي، شوف ما ديوش عليَّ راني مريضة طالع عليَّ السخان، كنسحب راسي راني في اللايف. صافي هنا الكاس التالت ما غنزيدوش كامل، أنا عاد بالي يعني راه بحال المرة الأولى الكاس التالت كنت ما درتوش كامل، شاطوا ليا منه تقريبًا واحد المعلقة، هذاك هو الجهد اللي خليت دابا. فالعكس هنا كان عندي البيض كبير، شوفوا ها نتوما كتجي كترسمي رقم 8، أنا ما جيت فين رسم رقم 8 حتى هبط لها، هذه هي الطريقة باش كتعرفي الكيكة ديالك القوام ديالها. أنا كيف ما شفتوا بغيت نرسم رقم 8 ما كيترسمش ليا، ما كنجي فين كنكمل الرسيم ديالو حتى صافي كيهبط. هنا زدت تقريبا هذيك المعلقة ديال الدقيق اللي كانت باقا ليا، عاود زدتها ومازال أنا الخليط ديالي خفيف. فهنا في هاد أي حاجة بغيتو ديروها وبغيتو شي حاجة مثلًا في كيكة وبغيتو داكشي اللي غديروه فوق منها يبقى فوق منها، خاص الخليط يكون تقيل باش هداك الشي ما يهبطش ليكم لتحت أولا ما يهبطش ليكم الوسط ديال الكيكة. صافي ها نتوما هنا عاوتاني عاود زدت واحد المعلقة ديال الكاكاو غير هكا باش نوحد داك اللون، بغيت داك اللون يجيني فرونسي مجهد. ومنها نيت كتزيدي ديك الخميرة. المهم ضروري نتيا حتى ترسم ليك رقم 8 وتبان ليك راها مرسومة عاد باش حبسي من الدقيق. كنأكد على هاد النقطة هادي، كتهزي الخليط ديالك من بعد ما كتخلطيه وكترسمي بيه رقم 8 ويبقى لك مرسوم هكاك باين. هنا حتى كنكمل أنني قاديت الخليطة ديالي درت الخمارات، كندير تقريبا من معلقة كبيرة حتى لجوج ديال الخل، أي نوعية ديال الخل عندك، الخل مع الخميرة إلا لاحظتوا شوفوا التفاعل اللي عطا، واحد التفاعل اللي هو خطير. فتخيلي معايا دابا الكيكه فاش غتكون طيب كيفاش غادا تكون. صافي هنا من بعد ما زدت الخل كنعاود نخلط مزيان، ودائما كيف ما كنقول دائما ونعاود الكيكه كتبغي طيب على عافيه، تكون متوسطه والفران يكون بارد، يعني حتى كنكمل الخليط ديال الكيكه ديالي عاد باش كنشعل الفران، ما كنشعلش الفران من قبل. كنتمنى انكم تركزوا على هاد النصائح، الله يرحم ليكم الوالدين. كنعتذر منكم على الصوت ديالي، راه مع ديما ندير كلشي كيعيط على هاد الكيكه كيسول مازال ما حطيتيش لنا فيديو في اليوتيوب. شوفوا هنا كنجرب الكيكه ديالي كنلقاها مازال خفيفه، يعني الكيكه ديالي مازال خفيفه. صافي ما خاصنيش انا نحبس والكيكه ديالي مازال ما كترسمش ليا رقم 8. الا لاحظتوا هذه هي الطريقه اللي كنبقى نشرحها ونعاودها، يعني كنقول لكم كترسمي رقم 8 ما كتجي فين كتكملي داك الرقم حتى كيتلقيه غبر ما بقاش، تما راه الكيكه ديالك راها مازال محتاجه الدقيق. هنا عاود زدت واحد المعلقه ديال الدقيق وغنعاود نطحن عاوتاني حتى كنحصل على كيف ما قلت لكم الرسم رقم 8 ويبقى ليا هكا مرسوم. علاش قلت لكم رقم 8؟ حيت رقم 8 هو اللي مثلا غتعطلي واحد شويه في الكتبه ديالو، هذاك هو القياس باش كتعرفي نتيا القوام ديال الكيكه ديالك. شوفوا هانتوما ما شاء الله، ها هو الخليط ديالي هنايا تقال، يعني قد ما كان الخليط ديالك خفيف قد ما غادي يهبطوا لك بالخصوص انا كنأكد على مثلا ملي كتكوني دايره شي كيكه هكا اللي كنبغيو ديك الحبيبات ديال الشوكولاته يبقاو الفوق، اولا مثلا كنديروا الفواكه الجافه وكنبغيوها تبقى الفوق باش كتعطينا داك الديكور زوين. بحال في هاد المرحله علاش كنقول لكم خاص الخليط يكون ثقيل هكا، قلنا كترسمي به رقم 8 ويبقى مرسوم، وحتى بهكا كيهبط فاش كتكوني كتهبطي فيه في المول كيهبط ثقيل ماشي كيهبط خفيف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا دهنت المول بالزبده اولا بالزيت، وكندردرو انا بالشوكولاط الكاكاو راه هو اللي كيعطيه داك اللوين، كتبان لك الكيكه راه بحال اللون ديالها هكا كحل فرونسي
وراه كتجي فيها واحد اللوين زوين، غير جربوه وردوا عليا الخبار. هنا بالنسبة للفواكه دائمًا كنحاولوا نقطعوهم باش نصغروا من الحجم ديالهم، باش هكا ما يهبطوش باش يبقاو لينا من الفوق. صافي هنا قاديتها كيف ما كتشوفوا، يعني حاولت درت هداك اللوز وداك الكركاع وداك اللوز إيفيلي، حاولت كاملين نديرهم على الوجه ديال الكيكة، وكيف ما كنأكد ونعاود الفران تكون عافيته مهيلة. أنا نطل لكم على الفران، شوفوا ها نتوما العافية ديالو ما كتكونش تحرق. وبالنسبة للفران راه كيكون بارد، الفران بارد صافي كنخشي الكيكة ديالي وكنسد عليه حتى كنبدا نشم الريحة ديال الكيكة. عرفتوا راه ما شاء الله، راه ما نعاودش ليكم، عرفتوا راه لصقات ليا الفوق في الفران، راه لصقات ليا تما فين بقات لاصقة. المهم راه سمحوا لي على هاد اللقطة جات مظلمة واعد شوية. ها نتوما شوفوا فين لصقات، انا غنتعمد نوريها لكم. شوفوا فين لصقات ليا الكيكة، في ديك البلاصة اللي كيشعل فيها الفرن بكثرة ما كطلع ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الا درتو هاد القياس ضروري ديروها في شي مول اللي هو يكون كبير. صافي من بعد ما كطيب باش كنعرفها طابت كنقيسها كنلقاها ناشفة من الفوق، وكنجيب واحد الموس وكنتكو في الكيكة ديالي وكنخرجو. فاش كنخرج الموس كنخرجو ناشف، الا كان باقي فيه هكا باقا فيه كتعرفي راه يخرج لك الموس فازك، راه الكيكه ديالك باقا موجدات. هنا درت تقريبا واحد 2 كيسان ديال الحليب، ودرت واحد 2 معالق ديال النشا. ولا كنتي غديري لا كريم باتيسير غديري غير معلقه وحده هنا باردين، و2 معالق ديال السكر حتى ل3 على حساب الحلاوه نتوما، على حساب الرغبه. والشوكولاط يا اما ديري 4 المكعبات ديال الشوكولاط اولا ديري هكا شوكولاط غبري، يعني اللي عندك نتيا. اللي مهم ان هذا الخليط ما خصوش يجيني ثقيل، خاصو يبقى بين وبين، ما هو ثقيل ما هو خفيف. علاش؟ باش تشربوا ليا الكيكه. صافي هنا غنديرو يغلى فوق من البوطه هكا، يبدا كيغلى، ماشي يبقى حتى يتعقد لينا. ردوا بالكم حيت الا درتي نشا اولا لا كريم باتيسير خاصك تحركي فاش يكون الحليب بارد، ومن بعد عاوتاني تبقاي تحركي فيه، حيت الا خليتيه بزاف فوق من البوطه فغادي يغلى لك وغادي يتقال. هنا يلاه كيبدا يتقال ليا واحد شويه، شوفوا الخليط كيفاش داير، كيبدا يتقال واحد شويه. صافي كنطفي البوطه، ودائما واحد اللي خصو يكون سخون، يا اما الكيكه يا اما هاد لاصوص هي اللي خصها تكون سخونه. ياك حنا متفقين على هاد النقطة هادي. كنجيبو واحد العود ديال الكويغدون وكنثقبو ديك الكيكة مزيان، يعني كتثقبيها كاملة، وعاد باش كتسقيها بداك لاصوص ديال الشوكولات ديالك كتسقيها، مسقيها مزيان بحال ما هكا راه كتشرب هاد الخليط كامل ما تخافيش منه. صافي كديريها في تقريبا تخليها واحد ربع ساعة فوق من البوطاجي، من بعد كتدخليها واحد ساعة المكانة في الثلاجة كتبرد، راه كتشرب لك هاد الخليط كامل وكتجي هكا كتكال بالمعلقة، كتجي كتحمق كتحمق كتهبل. المهم ملي تجربوها عاودوا ردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. المهم انا هذه راه الكيكة الثانية، يعني درت الكيكة الاولى الا لاحظتوا ان الكيكة الاولى كان فيها اللوز إيفيلي من الفوق بزاف، وهذه راه الكيكة الثانية حيت صدعوني عليها البنات في اللايف وعاودتها معاهم. وسبحان الله العلي العظيم، يعني راه كيكة ماشي بحال كيكة، راه هادي داك اللوز بحال اللي سبحان الله العلي العظيم جا وتجمع في بلاصة وحدة، مع العلم أن الكيكة راه ما عواجتش ما والو، وكيفاش دارت الله أعلم. المهم راه البنات اللي كانوا حاضرين في اللايف مباشرة راه هما غيشهدوا بهذا الشيء. راه سبحان مبدل الأحوال هذاك الشيء كلشي جا وتجمع، مع العلم أنني أنا درت على الكيكة كاملة. فكنتمنى أنكم تجربوا هاد الكيكة، وإلا جربتوها وعجباتكم ما تبخلوش عليا التعاليق ديالكم الزوينة، وما تبخلوش عليا بديك لايك. وكنتمنى انكم تقدروا لي هذا الموقف، الناس اللي تعطلت عليهم كنتمنى انكم ما تاخذوش مني موقف، راه غير المرض اللي دارها ليا. ومرحبا بكم والف الف مرحبا. والا بغيتوني نجرب معكم شي وصفه خليوها لي في التعاليق وغيقراها ليا ولدي وغنجرب معكم اي وصفه بغيتو. بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. غنخليكم مع الكماله ديال الكيكه، ومرحبا والف مرحبا.